إلى تركيا حيث قتل 3 مدنيين وأصيب 15 في مواجهات مع القوات التركية في مدينة سيلوبي التركية عند الحدود العراقية. الاشتباكات أدت أيضا إلى إحراق عدد من المنازل في المنطقة ذات الغالبية الكردية والتي تتبع إلى ولاية شيرناخ، حيث أعلنت الحكومة التركية حالة طوارئ قبل أيام. وفي أنقرة شنت السلطات التركية حملات أمنية استهدفت مراكز يشتبه بأنها تؤوي عناصر من حزب العمال الكردستاني. أما في مدينة منيسا غرب تركيا فقد أوقفت القوى الأمنية 17 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش. وكالة أنباء الأناضول أكدت أن التوقيفات جرت على خلفية اتهام المشتبه بهم بصلات مع أشخاص لهم اتصالات مع داعش في سوريا وبتجنيد عناصر جدد للتنظيم. نبحث في أبعاد هذه التطورات، ومن منطقة ماردين على الحدود السورية التركية ينضم إلينا الباحث الكردي منير شيخي. أهلا بك سيد شيخي. كرديا في أي إطار يمكن فهم هذه التطورات في سيلوبي؟ التطورات الحالية على امتداد الحدود السورية التركية أتت بعد فشل حزب العدالة والتنمية بالانتخابات وصعود نجم حزب ديمقراطية الشعوب الحزب الكردي في البرلمان. هذه محاولات يعني خلق التوتر في المنطقة الكردية أقصد، كان عائدا لفشل ذريع للملف التركي في سوريا، ايضا ملفها ربيبتها داعش، والذريع يعني الفشل الذريع الذي منيت به الدولة التركية في انتخاباتها الحالية. حاليا التصعيد الامني على مناطق جبال قنديل في كردستان العراق او في مناطق كردستان تركيا، تحاول الدولة التركية استهداف المدنيين، لكن رد حزب العمال الكردستاني لم يتم حتى الآن بالشكل المطلوب. يعني تركيا قامت بحدود 400 هجوم على حزب العمال الكردستاني، والقيادي في حزب العمال دوران كالكان أعلن بأن تركيا قامت ب 400 هجوم وعلينا أن نقوم ب 400 رد، وبعدها يمكن أن يكون لنا قول آخر. إذن سيد شيخي، حسم الأكراد خيارهم إن كان حزب العمال الكردستاني أو الأكراد في داخل تركيا، حسموا خياراتهم في التعامل مع الحكومة التركية، وما هي هذه الخيارات؟ الخيار الكردي واضح، وهي الالتزام ببنود عملية السلام، البنود العشرة لعملية السلام. وحزب ديمقراطية الشعوب يحاول جاهدا حل القضية الكردية في تركيا وفي كردستان عن طريق الحوار وعن طريق البرلمان، لكن التصعيد التركي يحاول جاهدا جعل الأكراد يلجؤون إلى السلاح. الشعب الكردي لجأ إلى السلاح لأنه لم يكن هناك بيئة ملائمة للحل الديمقراطي في تركيا منذ قيام الجمهورية التركية 1923. حاليا الخيار الكردي هو خيار السلام. الأكراد مضطرون للدفاع عن النفس، وحزب العمال الكردستاني ملتزم بعملية السلام، وما يقوم به الآن من بعض العمليات النوعية هي عمليات منتقاة بعناية لا تستهدف المدنيين، تستهدف فقط وحدات للجيش التركي، وهي عمليات تعتبر بسيطة بمنطق حزب العمال الكردستاني، لأن منطق حزب العمال يحاول جاهدا الحفاظ على عملية السلام. نحن نعلم جيدا بأن تركيا وحزب طيب، وأنا أشكرك سيد شيخي، أنت تفسر لي التعامل التركي، الذهنية التركية. كنت أحاول منك لو سمحت أن أفهم ماذا في خطوات الأكراد طالما الصورة منذ مدة تتضح، والتشخيص أن هناك يعني حالة مقصودة من حرب مفتوحة على حزب العمال الكردستاني، ضرب الصعود لحزب الشعوب الديمقراطي، هذه المكاسب التي أوصلته السياسية أوصلته إلى البرلمان. هذا في التشخيص الكردي واضح. ماذا في الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأحزاب الكردية في تركيا؟ حزب العمال الكردستاني خياره واحد واضح، وهو الدفاع عن مكتسبات الشعب الكردي، ليس في شمال كردستان فقط بل في كل أجزاء كردستان. إذا أرادت الدولة التركية التصعيد، وهذا ما لا يريده حزب العمال الكردستاني، فحزب العمال الكردستاني سيصعد، وحزب العمال الكردستاني الآن بالقوة التي تمكنه للضرب في العمق التركي. على الدولة التركية وعلى المسؤولين العسكريين الأتراك أن يعرفوا جيدا وأن يعوا جيدا بأن حزب العمال الكردستاني الذين حاربوه على مدى 30 عاما الآن هو في أوج قوته. حزب العمال الكردستاني يمتلك قاعدة شعبية، يمتلك قدرات عسكرية هائلة،
نحن نعلم جيدا بأن تركيا فشلت على مدى 3 عقود في حسم القضية الكردية حسما أمنيا عسكريا. خيار حزب العمال الكردستاني واضح وهو خيار السلام، وإذا اضطر الأكراد إلى خوض حرب طويلة الأمد مرة أخرى. إذا لم يستطع أي من الجانبين من خلال خيار يعني التصادم العسكري، لم يستطع حسم ذلك كما قلت منذ عقود، ولا يبدو أنه أي أحد يدخل على خط الوساطة. بشكل سريع سيد شيخي، هل هناك وساطة؟ أعتقد بأن حاليا التصعيد التركي حاليا له علاقة بالانتخابات المبكرة. نعم. وأعتقد إن كان ثمة وسيط، أعتقد وهذا تحليل أن الطرف الأمريكي يمكن أن يدخل وسيط في أي هدنة سلمية تكون قائمة بعد الانتخابات الحالية. أشكرك سيد منير شيخي الباحث الكردي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من ماردين على الحدود التركية السورية.